السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. في ضوء متابعتنا لتنسيقات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ننشر لكم تقرير من مجلس أعلى للجامعات عن انخفاض في بعض الكليات أو انخفاض في تنسيق بعض الكليات للثانوية العامة بسبب جائحة كورونا. زف المجلس الأعلى للجامعات أخبار سارة لطلاب الثانوية العامة، وخاصة بعد أن خرج مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات بتصريحات حول قواعد التنسيق التي اعتمدها المجلس هذا العام، ومن بينها ما أكد أن الكليات سوف تنخفض تنسيقاتها للسنة الدراسية الحالية، وبالأخص الكليات العلمية بشكل كبير، وهيكون في زيادة في أعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة شعبة علم علوم وعلى رأسها كليات الطب. يعني يكون في انخفاض في جميع الكليات سواء بقى الأدبية والعلمية، ولكن الانخفاض الأكبر أو التركيز الأكبر هيكون على الكليات العلمية. وده طبعا عشان الدولة حست ان احنا لازم يكون عندنا اعداد كبيرة من خريجين كلية طب عشان لو حصل اي حاجة لا قدر الله في المستقبل. وفي بعض الاعمال التانية المهمة جدا زي المحاسبين وما الى ذلك، والناس والعمال بتاع الاستقبال في المستشفيات، وكمان كليات التمريض وكل الكليات العلمية تقريبا. في حاجة شديدة جدا لانهم اعدادهم تزيد عشان نعوض النقص اللي حصل وعشان نعوض العجز اللي احنا اكتشفناه بعد الجائحة بتاعة كورونا. فدي بشرة خير لجميع الطلاب وجميع الكليات العلمية وكمان الأدبية. يعني هم لما صرحوا قالوا الكليتين، ولكن هم ركزوا على علمية أكتر، وقالوا إن شاء الله إن التنسيق هينخفض وإعداد الطلاب اللي احنا هنقبلهم من الثانوية العامة هيكون مرتفع عن السنين اللي فاتت، وده بسبب احتياج سوق العمل زي ما قلت للكوادر البشرية أو أكثر من المعتاد بالنسبة للطلاب يعني المتخرجين ان شاء الله. وهنتابعكم اول باول، لو اي حاجة جديدة نزلت ان شاء الله هنقول لكم. عشان كده متنساش انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اي حاجة عن التنسيق، اي حاجة عن الثانوية العامة هتلاقيها عندنا ان شاء الله. كمان هسيب لكم لينكات كتير اسفل في الديسكربشن هتتكلم عن الكليات ومعلومات عن الكليات، وكمان شوية مقارنات بين الكليات. لو انت عايز تتفقد انزل، تقدر تنزل تحت في الديسكربشن وتسأل. كمان لو عايز تسأل عن اي حاجة مجموعك او ايا كان، تقدر تخش على صفحتنا على فيسبوك او على الجروب بتاعنا على فيسبوك، او تسيب كومنت ان شاء الله واحنا هنرد عليك. ونشوفك فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.